السلام عليكم جميعا. واليوفي زي القمر مع تياجو موتا 3-0 تانية في أول ماتش خارج الديار. أول ماتش على أرضنا كومو 3-0 هيلاس فيرونا. الملعب والفريق اللي شايل نابولي 3-0 شايلناهم 3-0. ماتش ممتع وجميل، حتى لو في نقص بعض العناصر. الفرقة ناقصة، السكواد قليل، عندنا إصابات، في أي مشاكل حاصلة. ناس كتير قاعدين بعتوا لي نفس الملحوظة بتاعت ان هو نفس الفريق بتاع يمكن السنه اللي فاتت باستثناء كابالو ودي جريجوريو. انا بقول دي جريجوريو عشان اغلبهم قال لي كابالو، ولكن فعلا يعني بدون اي مقارنات، ولكن مفيش مقارنه. احنا الحمد لله رجعنا اليوفي القديم المرعب الى حد ما، ولسه يعني الموضوع ده كله لسه الدنيا بنسخن زي ما بنقول بامانه ربنا. تحس ان في فاعليه، ان كلمه السر الفاعليه. يمكن ناس كتير كانت متحفظه ان في اول الشوط الاولاني كان في مش رايحين قوي للجون، لسه مش يعني زي ما نتحسس خطانا وطريقنا للهدف او للمرمى، ولكن اول ما بنوصل وبنهدف ففي افيكاسي او في فعاليه بشكل كبير. وفي نفس الوقت الفريق واقف على حيله، واقف على رجله، عارف هو عايز يعمل ايه، كل لعيب عارف دوره ايه. ثقه كبيره، لعيبه كتير، واحد زي لوكاتيلي بقى يلعب بثقه كبيره. يعني هنتكلم مش هدي درجات زي السنه اللي فاتت، ولكن يمكن هتكلم على كل لعيب فرديا، يعني ملحوظ على كل لعيب. ولكن اجمل حاجه ان نجم الفريق هو الفريق نفسه، وده اللي كان عايزه تياجو موتا. قال لك انا عايز احنا، او عايز الفريق، مش عايز يكون فيه نجم شباك، ولكن الفريق كله يكون نجم شباك. وده اللي يعني ناجح فيه الحمد لله حتى الان. ويمكن انا بقول يعني كتبتها على تويتر وقلتها في اللايف اللي فات: الحلو قوي، الحلو قوي بيبان ومش محتاج وقت، والوحش قوي بيبان ومش محتاج وقت. يعني الحلو والوحش ممكن يبقى محتاج وقت للتقييم، لكن الحلو قوي قوي والوحش قوي قوي بيبان على طول، مش محتاج وقت. فبصراحة ربنا يعني يا رب، يعني تياجو موتا حلو قوي الحمد لله. وبصراحة ربنا واضح جدا، يعني عكس مثلا فرق تانية. ديروسي مع روما يمكن برضو اتكلمت فيها في اللايف اللي فات وفي اكتر من لايف. يعني واللايف بتاع الجوله اللي فاتت ديروسي كان الموسم الاولاني معلوش ضغوطات ان هو زي كير جيفر هياخد الفريق في حاله سيئه، فالموضوع ده بيشيل الضغط. لكن ده اول موسم ليه للتقييم، فلسه نقيم. كنت دايما ناس كتير طايره بيه، كنت بقول نمدح بس بالراحه لغايه ما نشوف الامور هتعمل ازاي. لكن تياجو موتا طبعا برضو بالراحه وكل حاجه، ولكن الجواب بيبان من عنوانه واضح، يعني ان اللي هو بيقوله بينفذه الى حد ما. عندنا لعيب اسمه انجيلي باين ولا انخيلي، ده الواد ده يعني ما نعرفوش انا مين ده، يعني مين ده. يعني احنا تعدينا خلاص موضوع بنجولا. يعني بنجولا النهارده كان جيد الى حد ما، ولكن كان عنده احسن من كده. سافونا النهارده كان هايل هايل وجاب جون يعني. ويمكن بقول هو ايه الحكايه، كل ما في لعيب من النكست جن يتصعد ويشارك اساسي يجيب هدف ولا ايه. فبصراحه ربنا يعني الموضوع كله جميل، الموضوع كله لذيذ. تحس الفريق واقف على رجليه، في ثقه كبيره، في اداء يعني زي ما بنقول. حتى لو مش بقول ان احنا يعني بنلعب تيكي تاكا، ويعني عشان بس في ناس فاكره ان الدنيا يعني ايه وردي، لا الموضوع انا بتكلم في هذا التوقيت من الموسم وبهذه الحزمه من اللاعبين، وبان كل التغييرات الكتيره دي يتم الاسيميليشن او استيعابها من اللاعبين ومن المدرب، وان ده اللي يطلع من الملعب او في الملعب. فاعتقد ده يعني حاجه في منتهى الابهار للي فاهم. طبعا يعني انا مش بافور، ولكن بامانه ربنا اللي بيحصل مش قليل جدا. واذا استمر وان شاء الله يستمر على هذا المنوال، هيكون لنا شأن كبير هذا الموسم ان شاء الله، يعني سواء محليا او دوليا. ومع قدوم يعني هنبقى نعمل بقى اللايف بتاع الميركاتو. ولكن بامانه ربنا النهارده الامور مبشره جدا بالخير. ناس كتير بيقول لك احنا يعني 2-0 في الشوط الاولاني، انا كنت متوقع 2-0 النهارده في اللايف اللي سالني، ولكن طلعت 2-0 الشوط الاولاني يعني، ولكن 3-0 بعد ال 2-0. انت نازل الشوط الثاني بتهاجم ولغايه الاخر. يمكن بس قلقنا شويه ان تقريبا يلدز مسك العض، يعني مسك رجليه او ركبه في اخر الماتش خالص، فقلقانين شويه نشوف الامور ايه، ولكن باذن الله خير. ولكن في العموم يعني منظومه فعاله جميله. اي حد بينزل بيأدي. دوجلاس لويز نزل الشوط الثاني عمل حركه في الاخر كده يخرب بيت المعلمه، يعني يخرب بيت المعلمه. ولكن هو الخلاصه يعني بدون ما نرغي كتير،
اليوفي فعلا بسم الله ما شاء الله عليه، يوفي زي القمر، مبشر جدا، صداره 6 نقاط، علامه كامله في ماتشين، منفردين في الصداره، وباذن الله ما نسيبهاش ابدا ويبقى الدوري لليوفنتوس باذن الله. طبعا سريعا نتكلم على الماتش في مجريات سريعه. البدايه برضو كان التشكيل دي جريجوريو في حراسه المرمى، الاثنين مساكين، جاتي وهو الكابتن مع بريمر. ناحيه اليمين كان سافونا، دي البدايه الاولى ليه يعني رايت باك او ظهير ايمن، وكان ناحيه الشمال كابال يعني ظهير ايسر. وبصراحه ربنا كابال كان عامل ماتش هايل هايل هايل، الولد بامانه ربنا يعني، حتى لو هو لسه ما ثبتش قوي وثبت اقدامه، لكن كابال النهارده لفت نظري جدا، وسافونا النهارده لفت نظري جدا، وحتى جاتي النهارده بصراحه ربنا. انتوا عارفين رايي في جاتي، ولكن جاتي بصراحه يعني انا شايف النهارده كان واقف على حيله مع التالق لبرامر. برامر كان مديك امان واحساس بالامان غير طبيعي، فالله اكبر على يعني خط الدفاع. مع ان يعني لسه هنتكلم. عندنا بعد كده فاجيولي مع لوكاتيلي، الاثنين الدبل بيفوتس، مع يعني ال4-2، وبعد كده الثلاثه عندنا يلدز تحت فلاوفيتش، يمين كامبياسو بدل ويا، وشمال مانجولا زي ما هو، ويعني يلدز. فكانت المفاجاه برضو ان فاجيولي بدل دوكلاس لويز، ولكن يعني النهارده فاجيولي بصراحه كان من أسوأ لاعبي المباراه على مدار المباراه كلها، يمكن خصيصا الشوط الاولاني، ولكن كان سيء للغايه. مستوى كان متذبذب، مش راسي على حيله خالص. يمكن مش عايزين نكون قاسيين عليه قوي، لسه هناخد وقت. ويمكن برضو انا شايف يعني تياجو موتا ماشي واحده واحده، يعني بيحاول يعني زي ما نقول يحط الفريق اعتقد في اصعب ظروف. يعني انت الفرقه مش احسن حاجه، العناصر مش اكتر عناصر عندك، ومع ذلك مش بتشارك بكل الاساسيين. فانا شايف ان هو مش استعراض قوه، ولكن ثقه، بيدي ثقه لفريقه، بيدي ثقه للاداره فيه هو شخصيا، بيدي ثقه لنفسه فيه وفي امكانياته. فانا بصراحه ربنا عاجبني الكلام جدا، ان في منظومه كامله شغاله، ايا كان مين اللي بيلعب الامور شغاله. يمكن التشكيل دايما ما بين ال4-2-3-1 او ال4-1-4-1. مش هنقعد نتكلم تكتيك قوي، احنا زي ما بنتكلمش في التكتيك، ولكن كانت البدايه في اول ربع ساعه يمكن فيها شويه يعني بطء، او فيها شويه يعني بنجس النبض شويه، ولكن بعد كده الجون الاولاني من فلاوفيتش كان مضغوط عليه من 4، وكان اسيست جميل من يلدز، جون جميل. والجون الثاني برضو من سافونا بالهد، يعني فلاوفيتش كان مشاكس فيها، متعرضه من بانجولا، وكان يعني ممكن تتحسب لفلاو، ولكن هي اتحسبت لسافونا ما لمسهاش. وفي الاخر ضربه جزاء برضو من بانجولا، توغل وضربه جزاء عليه، ويلعبها فلاوفيتش ال3-0. كان في بعض التغييرات النهارده، شفنا كالولو زاد كده في كوره وكان ممكن يجيب جون، ولكن يعني اتصرف بيها بشكل مش حلو قوي، ولكن يعني كانت كبدايه مبشره الى حد ما. شفنا ان جيلي ده انا يعني ما نلحقش، يعني هو كان التغييرات الاول طبعا بانجولا نزل بداله دوجلاس لويز، طبعا في البدايه كان في شويه لخبطه، ولكن ريسي بعد كده ويعني هو معلم بصراحه ربنا. بعد كده في سافونا خرج هو وكابال ونزل بداله روهي وكالولو. روهي برضو عمل واحده كده ليلدز، يعني كانت حلوه شيب كده، كانت بصراحه ربنا عجبتني. يعني الولد برضو في كم شاب كده مبشرين جدا بالخير. بعد كده جاتي طلع نزل بداله دانيلو في قلب الدفاع، وانجيلي ده او انخيلي بدل كامبياسو. كامبياسو من اللعيبه برضو النهارده اللي بصراحه ربنا كان جوكر، وكان يعني منتشر بشكل جيد طول الملعب. فبصراحه النهارده يعني كل الفريق كان هو النجم، ولكن يعني يذكر طبعا فلاوفيتش، يذكر يالدز، بانجولا. يعني مش قادر اقول يعني هو يمكن فاجيولي اللي كان اقل من المتوقع، ولكن الفريق كله بصراحه كان نجوم. يمكن انا شخصيا لفت نظري بشكل خاص كابال كان يعني ملفت للنظر جدا بالنسبه لي. لوكاتيلي بقى قائد، وبقى يعني بترجع له ثقته بنفسه شويه بشويه. كامبياسو كان جوكر، سافونا كان هايل. جاتي برجع اعيد بلاقي نفسي بقول كل الفريق، لان بصراحه ربنا زي ما بقول يعني اليوفنتوس كان زي القمر مع تياجو موتا، وان شاء الله موسم جميل لينا جميعا. مش هطول عليكم، مبروك يا جماعه الصداره، وزي ما متعودين ان شاء الله يكون لنا دردشه اكتر ونتكلم اكتر عن الماتش ده وباقي ماتشات الجوله. يعني ان شاء الله بكره باذن الله نحاول نعمل اللايف بتاع يعني خلاصه الجوله او دردشه الجوله الثانيه باذن الله. عندنا كلام كتير نقوله ونتكلم برضو على الماتش ده، دي كانت زي كبسوله، زي ما احنا ان شاء الله الموسم ده نكمل كده، ولكن يكون لنا دردشه بقى باستفاضه باذن الله بكره في اللايف مع بعض.
ربنا يدينا العمر والصحه ونتقابل. اللي اول مره يشوف القناه دي، مش قناه بس عن اليوفنتوس، فيها كلام برضه طبي وكلام عام. بصوا على القوائم، ويا رب تكون قناه ممتعه ومفيده للجميع. ولو لقيتوها تستحق الاشتراك ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. دايما بذكر نفسي وبذكركم بالدعاء لاهلنا في فلسطين وفي السودان وفي سوريا وفي كل مكان. يعني ما بنقولش غير حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان. ربنا يدينا العمر والصحه، ونشوف بعض على خير سواء في اللايف الجديد او الحلقه الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.